بمعلومات من جهاز الأمن الوطني في الكرادة، داهم مكتب المفتش العام في وزارة الصحة مذاخر الأدوية غير المرخصة من قبل الوزارة، ناهيك عن عدم موافقتها لشروط الخزن المعتمدة عالميا، حيث كانت أماكن حفظها تعج بالفوضى وانعدام منافذ التهوية والبرادات المخصصة للحفظ، وتعتبر جميع هذه الأدوية مهربة غير مرخصة تمت مصادرتها من قبل الوزارة لإتلافها. وصلنا إلى هذا المدخر أو المخزن اللي هو مخزن لأحد شركات النقليات، مخزن كبير جدا طابق بيت طابقين كبير يحتوي على أدوية مختلفة المناشئ. هذه الأدوية يعني بعد ما تأكدنا منها أنه كلها غير مفحوصة غير مسجلة في وزارة الصحة، شروط الخزن لها غير متوفرة، شروط الخزن النظامية اللي تقرها وزارة الصحة. هذه الأدوية كلها يتم مصادرتها وإتلافها حسب قانون الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب يعني المكتب لمخالفة قانون الصحة العامة. تزوير تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية لهذه الأدوية آخر ما توصل إليه أصحاب هذه المذاخر أو من يمولهم، وتجفيف علب الأدوية التي غرقت بمياه الأمطار في الأيام السابقة تحت أشعة الشمس ربما يكون حلا أمثل ليكون العلاج أكثر فعالية للمرضى الذين ليس لهم بهذه الخدعة والاستهزاء بإنسانيتهم إلا الله. الآن هذا مزور صاير من 15 إلى 18 أيضا 3 سنوات، هي مدة الإكسباير هي 3 سنوات، ممدديها إلى 2 سنين إضافية حتى يقدرون. وطبعا إذا تلاحظون هو نفس الشكل نفس الباكيت، يعني هسه بنتقارنه بالأصلي يطلع مطابق مشابه. هذا مي غريب بس تالف هذا، لأن ما طلع عليه الدنيا وهم يشروه على الشمس، فهذا يزيد الطين بلة مثل ما يقول، يعرضوه للشمس فيصير الإتلاف مالته بعد انتلفت المادة هاي وتكون غير صالحة للاستخدام البشري. هاي يذكر أن مكتب المفتش العام لوزارة الصحة حذر أصحاب الصيدليات من التعامل مع ممولين غير شرعيين أو مرخصين من قبل الوزارة، لأنهم سيكونون مشاركين بمثل هكذا جرائم يعاقب عليها القانون. من يتخلى عن إنسانيته لا نعرف ماذا نقول له، فكثير من الأرواح قد تزهق بسبب هذه الفوضى. من داخل أحد المذاخر الغير الرسمية في العاصمة بغداد، على الغزي، الفرات.